السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، واخيرا تقريبا بعد غياب شهرين او 3 شهور مبعدين على اليوتيوب خالص، ولكن اخيرا احنا رجعنا لكم تاني بفيديو حماسي جدا وهو تركات الايفون. يعني لو انت معاك من اول ايفون ال8 وال8 بلس لحد الايفون ال14 برو ماكس وال13 برو ماكس، الفيديو ده ليك وهتقدر تتابعه بكل سلاسه وبكل سهوله. من غير رجع كتير هقول لك على 15 ميزه موجودين جوه الايفون بتوعك وما بين تطبيقات انت فعلا ما تعرفش عنهم حاجه، من اول تطبيقات افلام وازاي تعمل داونلود وازاي ان انت تفعل خواص كتيره جدا، زي ان انت ممكن تقول للايفون بتاعك افتح لي الفيسبوك وهو يفتحه لك، اتصل لي بفلان وهو يتصل لك من غير ما تلمس الموبايل ولا من غير سحر ولا شعوذه. من غير رجع كتير خلينا نبتدي بالفيديو. انا محمد طايل ويلا بينا. واول ميزه انا شخصيا بسميها هي ميزه المتطفلين. لما يكون عندك حد متطفل ويقول لك وريني جهازك وانت مش عايز يلعب في اي حاجه، فتثبت له الموبايل على ابلكيشن معين اللي انت بتوريه له. احيانا كتير قوي انت قاعد على القهوه ممكن توري واحد صاحبك حاجه على الفيسبوك، فجاه تلاقيه داخل على الواتساب وصور، انت راح فين يا عم؟ راح فين؟ لا، دلوقتي هتثبت الصوره وتثبت الابلكيشن اللي انت عايزه وانت بتوريه له فقط لا غير. تعالوا بينا نشوف بتتعمل ازاي. اول حاجه هتدخل على تسهيلات الاستخدام وبعد كده الوصول الموجه، وتفعل الوصول الموجه وبتضغط 3 ضغطات على زرار الباور متتاليين على طول ورا بعض 3 مرات على زرار الباور كده. الصوره اللي قدامك دي هتثبت مره واحده، يقدر يتحكم جوه الابلكيشن، لكن ما تلاقوش داخل على فيسبوك وانت فجاه توديه على الواتساب، لا مفيش الكلام ده. ولو انت عايز تخرج من الوضع ده برضه عن طريق 3 ضغطات على زرار الباور وتكتب الباسورد، يبدا يديك اند للموضوع والموضوع بينتهي على طول. ميزه تثبيت الشاشه اعتقد ان هي ميزه رهيبه جدا. اما تاني ميزه بقى يا صديقي، وهي ميزه اللي انت تقدر تدي اوامر صوتيه للموبايل بتاعك للايفون بتاعك من غير ما تلمسه. افتح لي فيسبوك يفتح، اتصل لي بفلان يتصل مره واحده. تعالوا نشوف الاول قبل ما نشرحها الميزه دي بتتعمل ازاي. تدخل معايا على تسهيلات الاستخدام وبعد كده الاوامر الصوتيه اللي هي الفويس كنترول، وبكده هتكون فعلت الميزه على طول. دلوقتي تعالوا بينا نجرب مع بعض. افتح لي الايفون هيبدا يفتح، اقفل دلوقتي الايفون هيبدا يقفله، افتح لي فيسبوك، افتح لي انستجرام يفتحه، اقفل الانستجرام يقفله زي ما انتم شايفين. وكده الميزه دي كويسه جدا ان انت تدي اوامر صوتيه وانت بعيد عن الموبايل بتاعك. الميزه اللي بعد كده يا صديقي ازاي تخفي تطبيقات جوه الايفون. ايه ده، هو الايفون بيخفي تطبيقات؟ ايوه يا صديقي، الايفون بيخفي مجموعه كبيره جدا من التطبيقات ولكن محدش يعرفها. بس على مين؟ خلاص في الفيديو ده انا هعرفك كل الخبايا بتاعه الايفون. مبدئيا تضغط اول حاجه على مجموعه البرامج اللي انت عايز يكونوا موجودين معاك وتخفيهم تماما وتنقلهم لصفحه لوحدهم، وبعد كده دوسه مستمره في اي مكان في الصفحه الفاضيه، وبعد كده في عندك الاسهم، شريط الاسهم اللي تحت اللي يوضح لك عدد الصفحات، تضغط عليه هيطلع لك كل الصفحات بتاعتك. تخفي الصفحه اللي فيها التطبيقات المعينه اللي احنا لسه لا نلهم عليها، وبكده لما اول ما تشيل من علامه الصح كده كل الصفحه دي بالكامل اختفت، وبكده نكون خفينا كل التطبيقات اللي احنا عايزين محدش يشوفها غيرنا احنا من على الموبايل. ومهما ما هتقلب مش هتلاقي التطبيقات دي موجوده اصلا غير لما نرجع الصفحه تاني ونديها علامه صح، وبكده نكون خفينا التطبيقات اللي احنا عايزينها. الميزه الرابعه يا صديقي وهي ان انت ازاي دلوقتي لو انت ضغطت على الشريط اللي تحت ده بتبدا الشاشه تنزل معاك وممكن تدوس عليها كذا مره غصب عنك وتلخفنك. طب لو انت ما بتحتاجش الميزه تصغير الشاشه عشان تتحكم فيها في ايد واحده، لو انت مش محتاج الميزه دي ان هي تنزل لك بالكامل، فانت دلوقتي تقدر تلغيها بكل سهوله عن طريق ان انت بتدخل على تسهيلات الاستخدام وبعد كده بتدخل على اللمس وبعد كده الوصول، وبتبدا تدوس على الوصول دي الغاء، وبكده تكون لغيت الميزه دي. ومهما ما تفضل تدوس عليها مش هتنزل لك ولا يعمل وضع تصغير الشاشه غير لما انت تدخل تفعل الميزه دي مرة تانية. الميزة الخامسة يا صديقي، ومش دي كل الناس هتحتاجها، يحتاجوها الناس اللي معاهم موبايل اندرويد. هو فين موبايل اندرويد؟ اهو الموبايل اندرويد. ما تنساش في مراجعة على الجوجل بيكسل 7 برو موجود معانا في السيت اب وعمالين نجربه، وفي مراجعة قوية جدا. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وكمان ما يفوتكش اي حاجة اطلاقا. وما تنساش كمان ان انت تدخل على تيك توك عشان احنا خلاص بقينا بننزل عليه حاجات مختصرة وحصريات هناك
هو انستجرام. هتلاقي اللينك بتاعهم تحت في الديسكربشن. خلينا نكمل بقى الميزه اللي بعد كده، وهي ميزه لو انت منتقل من اندرويد لاي او اس وعندك صور وعندك اسماء وعندك فيديوهات وكل ده عايز تنقله، بس الشير ات رخم وبياخد وقت طويل جدا. هنقلهم لك في غمضه عين عن طريق ان انت تنزل برنامج اسمه كوبي ماي داتا. كوبي ماي داتا ده اللي انت بمعنى صح بتنزله موجود على الايفون وموجود على اندرويد. بتحط النسختين وتشبكهم الاثنين على نفس شبكه الواي فاي، واثناء وانت بتنقل صور فيديوهات الاسماء ما تردش على اي مكالمه تجيلك وما تعملش اي حاجه خالص، ويفضل اعمل التليفونين وضع طيران وشغل بس فيهم الواي فاي، وانقل بقى حدد صورك وحدد اسمائك وحدد رسائلك وحدد الفيديوهات بتاعتك، وانقل كل ده بمجرد من الاندرويد للايفون، او سواء من الايفون لو انت رايح لاندرويد عادي جدا. ركز بقى معايا يا صديقي في الميزه الستة والسبعة عشان دول خاصين بالسكرين شوت. ازاي تاخد سكرين شوت في الايفون، بس سكرين شوت مش عادي، سكرين شوت مطول. انا بتاع الرايق النهارده يا صاحبي. اول حاجه لو انت دلوقتي موجود على متصفح سفاري وعايز تاخد سكرين شوت لصفحه كبيره عريضه، انت بتاخد سكرين شوت عاديه جدا عن طريق زرار الفوليوم اب مع زرار الباور عادي جدا، وتاخد بيها السكرين شوت. وبعد كده هتبدا تلاقي اول ما تاخد السكرين شوت اضغط عليها هتلاقي في حاجه اسمها فول بيج او صفحه كامله او صفحه مطوله، تدوس عليها وبسكرول يمين وشمال تحدد كل الصفحه اللي انت عايزها والاجزاء اللي انت عايزها من الصفحه، وتدوس له سيف هيعملها لك على شكل ملف PDF، وكمان هتطلع بكامل جودتها. الميزه اصلا موجوده جوه الايفون، بس للاسف مطورين التطبيقات هم اللي ما بيستخدموش ميزه السكرين شوت، لان بيعتمدوا عليها زي كل موبايلات الاندرويد ان كده كده اصلا من جوه الموبايل هي محطوطه، فانا كمطور تطبيق مش هحتاج اضيفها جوه التطبيق بتاعي لمستخدمي الاي او اس، ولكن هي الميزه موجوده. طيب الميزه اللي بعد كده بقى وهي الميزه السابعه. واحد يقول لي طب انا ازاي دلوقتي لو انا معيش مثلا سفاري، انا معايا مثلا فيسبوك وعايز اخد منه سكرين شوت مطوله، ازاي اخد من الفيسبوك سكرين شوت مطوله؟ تعالى بقى اقول لك يا صديقي ازاي تاخدها. اول حاجه هتنزل معايا تطبيق اسمه ستيتشت. ده تطبيق ممتاز جدا وبيقدر يعمل لك كل الصور بتاعتك سكرين شوت مطوله من الصفحات المختلفه. طيب الطريقه ازاي عشان نفهمها؟ اول حاجه هتنزل ستيتشت من عن طريق الاب ستور عادي، متاح رسمي وفور فري من غير اي فلوس خالص، وتاخد سكرين شوت للاجزاء اللي انت عايزها. مثلا وليكن على سبيل المثال انا فاتح فيسبوك وقدامي مقاله طويله عايز اخدها، خدت الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث بتاعها، او جزئين او ثلاثه، وادخل بعد كده على تطبيق ستيتشت واحط الصور دي عادي على طول كده بترتيبهم وادوس ضم. مسافه ما ادوس ضم هيطلع لي الثلاث صور مدموجين في صوره واحده كبيره جدا ويشيل لي كل الزيادات فيهم. تطبيق سحر يا صديقي. الميزه الثامنه يا صديقي، انت دلوقتي على الايفون مش محتاج محول عمله. احنا عارفين ان سعر الدولار بيزيد جدا وكل يوم سعر الدولار بيتغير، فكل يوم الناس اللي بتحب تتابع سعر الدولار لا ما تتعبش نفسك، ما تنزلش اي تطبيق من برامج العملات ولا تحويل العملات اطلاقا. كل اللي عليك بس يا صديقي ان انت هتيجي في صفحه هوم عادي فاضيه وتشد كده السيرش بتاعك لتحت وتكتب مثلا وليكن على سبيل المثال $7، هو هيطلعهم لك بالعمله المحليه لبلدك ويعرفك النهارده $7 دول عاملين كام بالجنيه المصري. الميزه بقى التاسعه يا صديقي اللي هي لو انت عايز تسجل الشاشه. الله، طب ما احنا عارفين يا طارق تسجيل الشاشه، نزل التوجلز ودوس على الزرار. لا، الميزه بقى اللي انت ما تعرفهاش ان تسجيل الشاشه في الايفون فيه كمان ان انت ينفع تسجل الشاشه وانت بتعمل فويس اوفر. طيب ازاي؟ هتضغط على علامه تسجيل الشاشه اللي موجوده في التوجلز عادي جدا ضغطه مطوله وتفتح فيها الفويس كنترول او التحكم الصوتي، وبكده هيقدر يسجل لك من خلال المايك وانت كمان بتسجل الشاشه. واعمل محتوى وادعي لي وما تنسانيش من اللايك. العشرة بقى لو انت دلوقتي كتبت اكتر من جمله وفي نفس الوقت انت غلطت في كتابه كلمه معينه في نص الكلام وانت بتراجع الباراجراف بتاعك او المقاله بتاعتك او الكتابه بتاعتك او البوست بتاعك على فيسبوك او الاستيتيو بتاعتك اللي موجوده على واتساب، تعمل ايه يا صديقي عشان ترجع ومفيش اصلا زرار سهم زي الاندرويد؟ طب اعمل ايه؟ اضغط على المسطره او المسافه ضغطه مطوله، هيبدا لك يعمل لك المسافه بقت عباره عن تراك باد اللي انت تقدر تتحرك بيه، وارجع لحد الكلمه اللي انت عايز تغيرها او الحرف اللي انت كتبته غلط وامسحه وعدله مره ثانيه. كنا الاول بنقعد نلاقيها بشكل صعب قوي ونمسح المقاله كلها ونمسح الجمله كلها عشان نعدل حرف.
لا، دلوقتي هتضغط على المسافه ضغطه مطوله وتنقل ما بينها يمين وشمال كانه ماوس عادي جدا لحد ما تروح على الكلمه اللي انت عايزها وتقدر تغيرها بسهوله جدا. الميزه ال11 بقى يا صديقي، لو انت دلوقتي مش عايز اعدل جمله معينه، ده انا عايز اعمل سيلكشن على 3 4 كلمات مع بعض واحذفهم من البوست بتاعي او الحاله بتاعتي على الواتساب او المقال اللي انا بكتبه، ازاي اعملها؟ برضو كالعاده هتضغط على المسافه ضغطه مطوله لحد ما يبدا ينقل لك تراك باد او ماوس عادي جدا تقدر تتحرك بيه، وبعد كده هات صباعين ودوس عليهم مره واحده هيبدا يظهر لك علامات التحديد، وتحرك يمين وشمال وحدد بقى زي ما انت عايز يا صديقي، وامسح الكلام اللي انت عايز تمسح كلمتين 3 4 جملتين 3 4 تقدر تمسحهم بكل سهوله. الميزه ال12 لسه مكملين يا صديقي مع ادوات الكتابه وازاي نعدل ما بين الكلام، لان الناس عندها هوس بالموضوع ده وكارهه الايفون من الحته دي، لكن بعد فيديو النهارده مش هتكرهه خالص. لو انت مثلا على سبيل المثال كده حصلت لك حاجه ان انت دلوقتي عايز تحدد فقره كامله، يعني وليكن على سبيل المثال قدامي جمله كبيره قوي عايز اخدها كلها على بعضها، سيلكت اول وانقلها كوبي بيست في اي شات تاني او في اي بوست تاني. كل اللي انت هتعمله هتيجي عند نهايه الجمله وتضغط ضغطه واحده بس، هيظهر لك الشريط بتاع الايفون واختار سيلكت اول او اختار تحديد النص بالكامل وتضغط عليها كده حدد لك النص بالكامل. كده الاول لازم نضغط ونقعد نحدد، ولما تيجي تحدد يمين وشمال كلمه تهرب منك انت تكتبها، لا خالص يا صديقي. تعالى عند نهايه الجمله اضغط ضغطه واحده اعمل تحديد الكل، كل الباراجراف او كل النص ده او الجمله كلها تتحدد معاك وانقلها كوبي بيست زي ما انت عايز. ابرز حاجه يا صديقي في الايفون ان انت ما بتقدرش تعمل تحميل ولا لاي فيديو ولا اي اغنيه ولا اي حاله من على التيك توك ولا او واتساب ولا انستجرام، ولو شفت عند واحد صاحبك حاجه على انستجرام عجبتك او على بيج من بيجات انستجرام او الفيسبوك عادي او يوتيوب وعايز تحملها وتحطها حاله عندك على الواتساب، ما بتعرفش تعملها اطلاقا يا صديقي، لان الوحيد اللي فيه الميزه دي تيك توك، وكمان العيب اللي فيه ان هو بينزلها لك بالووتر مارك بتاع صاحب الاكونت وبتبقى حاجه خادعه قوي. لكن ازاي تقدر تحملها؟ عندي طريقتين للتحميل هقولهم لك في الميزه اللي جايه ال13 وال14 يا صديقي. خليني اول حاجه ابتدي لك بالطريقه السهله والمعتاده. احنا طبعا كلنا عندنا تليجرام، فانت لو من صحاب التليجرام هتكتب يوتيوب DL بنفس العلامه بنفس الشكل اللي انا ظاهره لك على الشاشه ده، والبوت ده في السيرش بتفتح تليجرام تكتب في السيرش كده يوتيوب DL بنفس العلامه بنفس العلم ده يا صديقي، هيظهر لك تقوم داخل وعامل له جوين ودايس كلمه ستارت هيديك ستارت، تاخد اي لينك انت عايزه وتدخل تحطه في البوت بتاع تليجرام ده، هتصبر عليه حوالي ثانيه ولا ثانيتين كده 3 ثواني عادي جدا، يبدا يظهر لك فيديو عادي جدا زي اللي ظاهر لي ده، تدوس على الفيديو وتعمل له سيف عندك على الموبايل. حتى لو انت من تيك توك هتحمله بس من غير الووتر مارك بتاع صاحب الاكونت اللي منزل الاستيتيوز اللي عجباك ومهووس بيها زي حالاتي وعايز تحطها على واتساب او فيسبوك كحاله من الحالات بتاعتك. وانا دلوقتي ما عنديش تليجرام، اعمل ايه؟ هيكون عندك نوعين من التطبيقات، تطبيق اسمه اني سيف والتطبيق الثاني اسمه اداره الملفات، ده برضو بيعمل نفس الكلام بس ما بيشيلش الووتر مارك بتاع التيك توك، لكن طريقه تليجرام هي اللي بتشيل اللي احنا لسه قايلينها من شويه، هي دي اللي بتشيل الووتر مارك. لكن ده عادي جدا عايز تحمل بيه افلام حتى لو من على اليوتيوب، لو حتى من على اليوتيوب، حتى لو فيديو مساحته كبيره، حتى لو فيديو مساحته كبيره وعايزه تقدر عن طريق اني سيف واداره الملفات او عن طريق تليجرام لو عندك. طبعا يا صديقي انا عارف ان كلنا بعد ازمه الدولار ما بقناش حمل ندفع ولا شاهد ولا واتشت ولا OSN ولا نتفليكس، فكلنا عايزين نتفرج على نفس الافلام دي بكواليتي عالي وفي نفس الوقت من غير اعلانات اصلا. نعمل ايه يا صديقي؟ جايب لك النهارده تطبيق تحفه وهو اسمه مو موفيز. التطبيق ده بمجرد ان انت هتنزله هو موجود فور فري على الاب ستور، هتقدر تنزله، هيفتح لك ويقول لك انت عايز تشترك عشان اشيل لك ال3 اعلانات اللي بيطلعوا لك في المسلسل او الفيلم، هتقول له لا انا مش عايز اشترك، انا ما معيش يابا ادفع اشتراكات، ده انا جاي لك عشان انت ببلاش، وتقوم داخل متفرج على كل الافلام بكواليتي عالي جدا بيوصل لحد 4K في بعض الافلام اللي بتبقى اصلا متاحه 4K، وتقدر تتفرج عليه عادي جدا ومن غير كل شويه بقى ما يقعد يطلع لك الاعلانات المزعجه بتاعت ايجي بيست، لا ده تطبيق وبشكل نظيف جدا وموجود عندك على الموبايل. انت لسه قاعد ليه يا صديقي؟ خلاص خلصنا الفيديو بتوعنا، ودول كانوا اكتر 15 ميزه مخفيه موجوده جوه الايفون وتطبيقات مهمه جدا هتحل لك ازمات ما كنتش لاقي لها حل جوه الايفون. اكتب لي عن اكتر ميزه عجبتك واكتر تطبيق عجبك
في حلقه النهارده، ولو الجزء ده نجح وعجبكم كويس جدا هعمل لكم بارت 2 والجزء الثاني من مميزات وتطبيقات الايفون اللي بجد فعلا يعني انا تعبت كتير جدا وقعدت اكتر من شهر عشان اجمعها وعمال العب في الموبايل ولا بوظه وفرمطه. ساعدوني ان انتوا تقدروا المحتوى بتاعي وتدوني لايك، وكمان تكتبوا لي تحت في الفيديو اكتر ميزه عجبتكم بكل صراحه، ما عنديش اي مشكله اطلاقا، واكتبوا لي رايكم عامه في الفيديوهات. واللي فيكم بيشوفني لاول مره فانا محمد طايل، شخص مهتم كده ومهووس بالتقنيه وبعمل مراجعات عن كل حاجه بتتحط في فيشه. ابتدينا بالموبايلات، والفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى عشان ظروف الاستيراد عندنا في مصر فهنبدا نزود عدد المراجعات اللي بندخلها، وكمان تنوع الاجهزه. مش هنعتمد بس على موبايلات، هنعمل كاميرات، هنعمل ثلاجه، غساله، بوتاجاز، شاشه، كل الكلام ده. هقلب لكم القناه الفتره اللي جايه، فما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو من الفيديوهات. وتيك توك احنا متفاعلين عليه بشكل كويس قوي، وانستجرام كل يوم ستوري وحاجات حصريات بتروح ليهم، هتلاقي لينكاتهم موجوده تحت في الديسكريبشن. اشوفك ان شاء الله يا صاحبي الحلقه اللي جايه. ما تنساش تقول لي اكتر ميزه عجبتك في 15 ميزه المخفيه بتوع ايفون. اشوفك ان شاء الله الحلقه اللي جايه. كان معاك محمد طايل، سلام يا صاحبي.